طيب مطعم اصلي ضد مطعم تقليد، يعني يا جدعان المطعمين دول هم مطعم بلبن بس ده الاصلي، ده التقليد. ناقش المطعم كوبي بيست يا جدعان، من شكل الكيسه لشكل الباكنج يا جدعان. وخلينا نبدا اول حاجه بالكشري وده بالنوتيلا. بالنسبه يا جدعان لكشري بلبن كميه النوتيلا اللي على الوش تعتبر كويسه قوي، اما بقى بلبن التقليد فبرده كميه النوتيلا كتير جدا، هو يمكن اوطى شويه من بلبن. فخلينا نبدا اول حاجه بقى ببلبن الاصلي. كميه النوتيلا مع القشطه، الحاجه طازه قوي 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 قوي. صوص النوتيلا ما اعرفش هنا حلو ليه، صعب المنافسه قوي على المطعم التقليدي. يلا بينا بقى ايه نخش عليه. ويا جدعان المطعم ده اسمه باللبن اصل اللبن يا جدعان، ده متروس شوكولاته. الفرق ايه؟ حي تحفه اقسم بالله. صوص الشوكولاته هنا تقيل قوي، فانا بالنسبه لي في اول حاجه الصراحه انا هعملها تعادل. فنخش بقى على تاني اختراع عند بلبن الاصلي وهو كيكه الهبه. في اختلاف في الباكنج شويتين. خلينا نبدا اول حاجه بالتقليد المره دي. بص كميه صوص الكندر، كميه بيستاشيو كويسه في القلب. بص ده كده الشكل بتاعها يا جدعان. والله البراند ده لو كان سمى نفسه مثلا اي حاجه وبقى ليه الشخصيه او الكيان بتاعه كان كسر الدنيا بالكواليتي اللي هو بيقدمها. هنا برده ايه صوصات كتير، في فرق. دي حلوه ما اقدرش اتكلم عنها نص كلمه، بس دي مخدومه اكتر. فنخش بقى على النجمه بتاعت بلبن وهي القشطوطه السوبر لوك، كوبي بيست من كل حاجه. الرز بلبن جامد. تعالوا كده طب نخش على التقليد. هناك كيكه حاسس ان هي اتقل حاجه بسيطه وانا بقطعها الصراحه حلوه، بس الصراحه بلبن يكسب.